ازيك؟ انا تميم صاحبك، وانت بتسمع بودكاست تميم صاحبك الانتيم. شكرا انك قررت ان انت تسمع الحلقة دي، عشان ده بيقولي كتير قوي عنك. ده معناه ان انت حابب ان انت تعيش حياة افضل، ونفسك ان انت تخلي السنة اللي جاية تكون احسن وافضل سنة في حياتك. في الحلقة دي هقولك على 6 أسئلة مهمة، لو جاوبتهم وارد جدا ان السنة اللي جاية تكون احسن سنة في حياتك. وده ببساطة عشان الحياة الحلوة ما بتحصلش بالصدفة، لكنها بتكون نتيجة لتخطيط وترتيب واعي منك بقراراتك وأفعالك. ومهم قوي انك تكون صريح مع نفسك وتواجه التحديات اللي انت عديت بيها السنة اللي فاتت، عشان ان انت تبقى واعي بذاتك. ده مهم قوي لأي تغيير نفسك انه يحصل. وخليني اقولك ان التمرين ده عادة سنوية بالنسبة لي، بعمله تقريبا بقالي 4 سنين. وخليني اقولك ليه التقييم السنوي ده مهم. بس قبل ما اقولك على ده، خليني اقولك على حاجة مهمة. لو في حد بتحبه من عيلتك او من صحابك او حتى من زمايلك في الشغل، تقدر تبعت له الحلقة دي عشان هو كمان يقدر يعيش السنة اللي جاية بشكل هو نفسه فيه وبيتمناه بقاله كتير. الوقفة مع نفسك وتفكيرك في حياتك دلوقتي واللي فات، لو في حد بتحبه من عيلتك صحابك او حتى زمايلك في الشغل، تقدر تبعت لهم الحلقة دي، لان ده معناه ان انت فعلا بتحبهم ونفسك ان هم كمان يعيشوا الحياة اللي نفسهم فيها بقالهم كتير. انك تاخد وقفة مع نفسك وتفكيرك في حياتك دلوقتي وتفكيرك في اللي حصل قبل كده هي اول خطوة عشان تتحكم في اللي جاي وفي المستقبل بالشكل اللي انت عايزه، وبالتالي تقدر تطوره. وخليني اقولك على غلطة بتحصل كتير اغلبنا بيعملها، وانا كنت واحد منهم. انك تعدي على اللي حصل السنة اللي فاتت بسرعة وتجري تنط بسرعة على اللي جاي، من غير ما تدي نفسك فرصة انك تقيم اللي حصل بجد. خليني اقولك ليه لازم تشوف اللي حصل وراك السنة اللي فاتت قبل ما تطلع قدام على السنة الجديدة. ببساطة العقل مش بيخزن كل التفاصيل، فما تعتمدش على ذاكرتك قوي عشان تقيم السنة اللي فاتت. وعشان كده اقدر اقولك انك ممكن تستخدم الصور في الجاليري عندك والكالندر عشان ترجع لاحداث السنة اللي فاتت وتفتكر ايه اللي حصل من اول يناير 2025 لحد اخر السنه. ليه ده مهم؟ لانك لما هتمر في الصور اللي عديت بيها خلال السنه اللي فاتت، هتعرف المشاعر اللي حصلت لك والمواقف اللي غيرتك والمواقف اللي كانت مهمه بالنسبه لك، وبالتالي هتعرف انت واقف فين بالظبط عشان تقدر تخطط للمستقبل وللسنه الجديده بطريقه فعلا تكون فعاله وتجيب لك النتائج اللي انت نفسك فيها. ما هو بالعقل كده فكر فيها، هتعرف فين انت عايز تروح فين لو انت مش عارف انت فين دلوقتي. فحاول تفهم الدروس اللي اتعلمتها من السنة اللي فاتت عشان ما تكررش نفس الغلط تاني، وتشوف ايه اللي نفع معاك وعمل لك نجاحات وتكرره السنة اللي جاية. في بحث من جامعة كاليفورنيا بيوضح ان انت تكتب رسالة لنفسك في المستقبل، ده بيقوي العلاقة بين الحاضر بتاعك ومستقبلك، وبالتالي ده بيحفز التغيير الحقيقي في سلوكك، وبيحفزك انك تروح ناحية النسخة اللي انت نفسك توصل لها. اول سؤال: ايه اسوأ لحظات عدت عليك السنة اللي فاتت؟ مش غلط انك تعترف باللحظات الصعبة، ومش المفروض انك تحس بالذنب ولا بالضعف بسببها. بالعكس، ده دليل على انك شخص واعي واحساسك شغال. وخليني اقولك ان في دراسات من جامعة كاليفورنيا وبنسلفانيا بتقول ان تجاهل المشاعر السلبية بيزود التوتر والمشاكل الصحية، وانت مش ناقص. فكرة ان انت تدرمغ على اللي حصل وتحطه تحت السجادة عشان هو كان فعلا سيء وتنط على طول السنة الجديدة مش هتديك اللي انت عايزه. بالعكس، لما تعترف باللحظات الصعبة وتكتبها، ده بيحرر دماغك من الحمل اللي شايلاه ويخليك تفكر بوضوح وتاخد قرارات أحسن. فنصيحة: افرز الصور اللي عندك في الجاليري عشان تحدد اللحظات الصعبة اللي عدت عليك. وطبيعي جدا تلاقي ناس ما بقتش موجودة معاك، شغل سبته ما كنتش مبسوط فيه، بس لو اعترفت بده، ده اللي هيخليك تعرف تكمل للسنة اللي جاية. السؤال التاني: ايه احسن لحظات عدت عليك السنة اللي فاتت؟ وهنا عايزك تركز على اللحظات السعيدة الكبيرة والصغيرة اللي ممكن تكون نسيتها، لكنها كانت مليانة فرحة بجد انت كنت فعلا مبسوط بيها. ومش لازم خالص تكون انجازات ضخمة وكبيرة، بس ممكن تكون اتبسطت مثلا بتمشية لوحدك، او خروجة كانت حلوة، او وقت قضيته مع عيلتك، او الرحلات اللي انت طلعتها، ده لو طلعت رحلات. وخليني اقولك انك مهم قوي انك تقدر اللحظات الحلوة البسيطة، عشان لما بتعترف بيها ده بيخلي مخك يعرف ايه المهم بالنسبة له وايه اللي انت عايز تاخد منه اكتر السنة اللي جاية. اللحظات دي بتوضح لك انت عايز ايه اكتر في حياتك، وبتساعدك تحدد اولوياتك وتعرف انت عايز تزود من ايه يكون موجود في حياتك السنة دي. السؤال الثالث: ايه اللي اتعلمته عن نفسك السنة دي؟ ان انت تتعلم من خبرات السنة اللي فاتت، سواء من النجاحات او من التحديات اللي حصلت لك، دي مش مجرد ذكريات، دي داتا.
دي معلومات انت بتاخدها عشان تعرف تطبقها على السنة اللي جاية. انا عن نفسي اتعلمت ازاي اقدر اهمية الروتين والانتظام في حياتي، عشان ده اللي فعلا هيوصلني لأحسن حاجة أنا عايزها. اتعلمت أهمية التخطيط لأي حاجة أنا عايزها، لأن لما بخطط صح بعرف أعمل اللي أنا عايزه بشكل أحسن. إنك تهتم بأكلك، إنك تهتم بصحتك، عشان أقدر أحس بالطاقة اللي أنا عايزها والتركيز اللي أنا مخي عايزه يكون فيه، عشان أقدر أعمل فعلا اللي أنا عايزه. اتعلمت ان العلاقات الاجتماعية من اهم الحاجات في الحياة كلها، وده مش مجرد احساس ومش كلامي، ده مدعوم بأبحاث ودراسات زي دراسة جامعة كورنيل على ندم الناس الكبيرة في السن، ودراسة جامعة هارفارد اللي بتأكد إن العلاقات هي المؤشر الأول لجودة الحياة. يعني كل ما كانت جودة علاقاتك كويسة كل ما كانت حياتك أحسن. إن أنت تعترف بالنجاحات لنفسك حتى لو صغيرة، زي الاستمرار في التمرين أو إن أنت بتروح للثيرابي أو إن أنت مواظب على عادة كويسة، ده كله تقدر تاخده معاك للسنة الجديدة. وده اللي بيخليك تكمل لما انت بتحفز نفسك بان انت دايما بتسقف لنفسك. السؤال الرابع الخامس والسادس عبارة عن انت حاجات هتوقفها، حاجات هتبدأها، وحاجات هتستمر عليها. ودي طريقة بسيطة وفعالة قوي وبتستخدم في الشركات الكبيرة اللي فعلا عايزة تحسن البيزنس بتاعها وتطوره على المدى البعيد. ايه الحاجات اللي هتبطل تعملها؟ انك تتخلص من العادات والسلوكيات اللي فعلا مش بتفيدك ومش بتفيد النسخة المستقبلية منك. تبعد عن اللي بيعطلك باختيار واعي، مش مجرد ان انت خايف منه. بتبعد عنه عشان ده مش بيخدم النسخة المستقبلية منك اللي انت نفسك فيها. ايه اللي هتبدأ تعمله؟ تبدأ عادات وافعال جديدة بتخدم حياتك اللي نفسك فعلا تبقى عندك في السنة دي. تاخد خطوة تجاه التغيير الإيجابي حتى لو تغيير صغير. وإيه اللي هتكمل وهتستمر عليه؟ حاجات أنت عملتها السنة دي ونفعت معاك وجابت لك نتائج أنت مبسوط بيها، فهتحافظ عليها وهتكمل بيها لأنها اديتك السلوكيات الناجحة المفيدة بالنسبة لك. تشوف إيه اللي كان شغال معاك كويس في حياتك وتسيبه وتفضل محافظ عليه وتكمله. وخليني أقولك إنك توقف حاجة ده مش معناه خالص إنك بتستسلم، بس دي استراتيجية عشان تفضي وقتك وطاقتك للحاجات اللي فعلا مهمة. خلاص حاجة جربتها وما ادتكش النتيجة اللي انت عايزها، يبقى نرميها ونشوف غيرها. زي انك تفضل تقارن نفسك باللي حواليك، او تفضل مكمل في شغل مش مرضي بالنسبة لك، او اي عادة سلبية انت عارف ان هي بتضرك ومش بتخدم النسخة المستقبلية منك. بالنسبة للحاجات اللي انت هتفضل مكمل عليها زي التمرين مثلا، بالنسبة للحاجات اللي انت هتفضل مكمل عليها بالنسبة لي انا هيبقى زي التمرين او ان انت تستفيد من الذكاء الاصطناعي والاي اي. خلينا نعترف انه بيوفر وقت كتير قوي، واللي مش بيستخدمه فايته كتير. وممكن تبدأ في حاجات جديدة زي عادات بسيطة. انا بالنسبة لي مثلا عايز اشتغل ان انا اقدر انام بدري اكتر. وخليني اقول لك على حاجة، ابدأ في أي حاجة بتحمسك، أي حاجة بتديلك شعور الحماس ابدأها، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. طالما بتبسطك وبتديلك شعور الحماس ابدأها. عايز تقرا كتاب عاجبك، نفسك يبقى عندك روتين صباحي، عايز تستمر في التمرين. الخطط بتتحول لأفكار وواقع ملموس لما بتتكتب، والتغيير بيبدأ بالوضوح والجرأة عشان تتمسك باللي فعلا بيهمك بجد. وخليني أفكرك إنك تقدر تشارك الحلقة دي مع أي حد أنت بتحبه في عيلتك، صحابك، أو حتى صحابك في الشغل، لأن ده معناه إن أنت فعلا مهتم بيهم ومهتم لأمرهم ونفسك إن أنت تشوفهم في أحسن صورة، ونفسك إن هم يعيشوا أحسن سنة في حياتهم. وخليني أفكرك إن أنت فعلا تستاهل تعيش الحياة اللي أنت نفسك فيها واللي أنت بتحلم بيها بقالك كتير، بس محتاج إن أنت تاخد خطوات صغيرة وتبني من عليها. وخليك فاكر إن أنا تميم، صاحبك الانتيم اللي فعلا هيساعدك توصل للي انت نفسك فيه واللي انت عايزه. شكرا انك اديتني من وقتك وانك واثق فيا كفايه ان انت بتسمع حلقه زي دي. وخليني اقول لك ان انا واثق فيك وواثق في ان انت تقدر تعمل ده. انت بس محتاج تبدا بخطوات صغيره. هشوفك الحلقه الجايه. باي باي.